تمام، بدنا نقول لك مساء الخير عبر موقع خبر عاجل، وبدنا نقول لك يعطيك الف عافيه على الاستفتاء اللي كان. بالفعل الاستفتاء كان جدا مهم. اليوم نحن موجودين معكم بميلودي حتى نغطي الحدث اللي جدا مهم. طبعا الحدث سؤالنا الاول، لاحظنا انه عم يجوا شوي فنانين، ولكن عندنا تاكيد انه في بعض غياب من الفنانين لاستلامهم للجائزه. كيف بتنزل هذا الموضوع حضرتك؟ اول شيء بدي لكم مساء الخير، وبدي اقول لكم ميرسي لخبر عاجل لانه جيتوا اليوم. بعرف بدايه يمكن اذا بدي اقول انه ما في حدا ما قبل يجي، في حدا ما قدر تواجد بلبنان. نعم. يعني اللي ما تواجدوا بلبنان اكيد انا عم بطلع لايف على الهواء، واصرينا ميلودي اف ام انه تقدم تروفيات مباشره على الهواء. فكل اللي بدنا نقوله اليوم نحن انه ما في ولا فنان يمكن اعترض على مجيئه على البرنامج، وهذه شغله لاول مره بتصير، انه تقدر تجمع كل هالنجوم اللي انت شايفهم اليوم بحلقه مدتها 3 ساعات ولايف على الهواء، تقدر تلاقيهم كلهم سوا وتجمعهم مع اهل الصحافه والاعلام. ما بشوف حدا قال لا. يمكن في جائزة داماس، يعني جائزة أفضل دعاية تلفزيونية، نانسي مسافرة برات لبنان، فرح تجي أكيد نهار الاثنين أو الثلاثة تستلمها من مبنى الإذاعة. ونجوى كرم أكيد يعني لأسباب يمكن خارجة عن إرادتنا نحن كإدارة وكهنة، يعني ما قدرت توصل، فهيدي هي مش أكثر ولا أقل، ولكن حتتسلمها الله راد بكرة. حبيت شغله لفتتني انه في نجوم من روتانا موجودين بقلب مبنى ميلودي. قد ايه حلو هالاندماج. هيدا يعني انا اولا واخيرا بدي اشكر فيني، يعني بدي اشكر اداره ميلودي، وبدي اشكر فيني رومي مدير اذاعه ميلودي اللي كان عنده اول ما اتفقنا على هذا البرنامج كان عنده شرط اساسي: البروجرام بيكون شفاف، بيكون واضح على الهواء، ما بنقفي ولا اسم، ما في فيتو على حدا. ومن هذا المنطلق نحن ما كان عندنا اعتراض على اي فنان او اي نجم، ان كان روتانا او ان كان ميلودي، نحن بنحب الكل وبنحترم الكل. تمام. عادة بيكون في كتير استفتاءات، إن كانت تلفزيونية أو إذاعية أو عبر صحف ومجلات. قديش كان في جهود كتير كبير من ميلودي ومن حضرتك ليكون تقدر تعطي هالمصداقية اللي 100% إنه لا، نحن جماهيريا في تصويت عبر الإذاعة، يعني فيها جهد، لأنه كتار عملوا وما ما تركوا بصمه انه اكدت انه هذا تصويت حقيقي مش مزور. كيف بتبرر هالشيء؟ زكريا انا كل اللي بدي اقوله انه نحن كبروجرام من الاول